البوس البوس، الحضن الحضن، الشوق الشوق. ان كل واحد فينا فيه جواته وحش كامن اسمه التجاليد الباليه. التجاليد دي بتحدد تفكيرنا انا بقول لك ايه، انا مش ناقص اللي فاهم كفيني ابوس ايدك، حابه تتخانقي خليها يوم تاني. تصبح على خير. بص يا حماده، انا بحكم خبرتي كده اقدر اقول لك ان ليلى بتحبك جدا، بس هو في حاجه. المشاعر موجوده يا روز، المشاعر موجوده، بس كلها خيانه لمراتي وام عيالي. والعلم والفن والفكر والتكنولوجي سيطر على العالم كله الا احنا. يا نانسي ده شغل صغير، هو انا بقول لك اعملي لي حمام سباحه ولا جاكوزي؟ دي عياده. كنت حاسس ان انا اولى بالتربيه دي. معنى كده انك مدرك انك مش متربي. اهلا بيكم، كل سنه وكل حضراتكم طيبين. كل سنه وانت طيبه يا مدام. كده قلبت بقى الحكايه مسخره، كده بقى قلبت مسخره. انا بيكونوا حاضرين وشايفين المواقف كتير. عيطت موقف 1 زائد 1 في الفتره الاخيره ما بقاش يساوي 2، لان انا اتعرض عليا حاجات ورفضت. لازم ما ينفعش اوافق لمليون اعتبار. الناس المؤهله اكثر توارت عن الانظار وعن اختيارات اصحاب القرارات في الفتره الاخيره. هم مش الحقيقه محمد سعد علاك. وقت لما كان الإعلام ليه وقار وكان المذيع ليه كاريزما تحسسك إنك قدام شخص واعي وفاهم، كان كريم كوجاك واقف في الصفوف الأولى. بالمناسبة برنامجنا هو برنامج ديني اجتماعي دنيوي أخروي. هو مش مجرد إعلامي، ده واحد من الناس اللي ارتبط في عقولنا بالرقي والصدق والأسلوب اللي فيه احترام للمشاهد. اللي ما يعرفوش قوي ممكن يقول إنه من الزمن الجميل، بس اللي متابعينه عارفين إنه بيصنع الجمال في كل ظهور سواء في الإعلام أو التمثيل. هو الحقيقة جمال بيه كلفني إن أنا أبلغ سيادتك بحاجتين، الأولانية إنه مسافر، والثانية إن سيادتك طالب. بنبرة صوته وبطريقة كلامه وبحضوره اللي صعب يعدي عليك وما يعلمش معاك. أو شوفوا حضراتكم أم كلثوم رحمة الله عليها غنت في صباح الخير يا اللي معانا من كام سنة، ومع هذا إلى يومنا هذا كلنا بنسعد بالاستماع إليها. إعلامي حقيقي عنده ثقافة وتقيل في الحتة بتاعته، مش داخل في المجال بإلحاح ولا بالواسطة. من الطراز القديم طاقته كإعلامي بتعلي أي فكرة. هو كمان ممثل بس على استحياء، لكن طاقته وحضوره بيخلوا الدور الصغير علامة ومحفوظ في أذهان الجمهور لحد دلوقتي. الموازين اتقلبت والمنطق بقى غايب، وبقينا نشوف ناس على الشاشة لا عندهم خبرة ولا عندهم قيمة، والأسامي الكبيرة اللي تستاهل تتشاف ما بقتش واخدة حقها. علشان كده تعالوا نسأل نفسنا سؤال مهم: ليه حد بموهبة كريم كوجاك ما خدش فرصته لحد دلوقتي يقدم برنامج توك شو كبير يليق بإمكانياته؟ الأخيرة أصبح في أقرب ما يمكن للسيرك القومي منصوب، في شوية مواصفات لازم تكون موجودة. إلى حد كبير عكسها الصحيح بقى هو اللي موجود، وبقى هو اللي متسيد الموقف. 1 زائد 1 في الفترة الأخيرة ما بقاش يساوي 2. وليه دايما بيختفي فجأة؟ هل هو اختيار ولا ده واقع فرضته الظروف؟ تابعوا معانا علشان تشوفوا القصة بالكامل. الاول وفي الاخر انا مقدم برامج، يعني مهنتي الرئيسيه والاساسيه ان انا راجل مذيع. التمثيل بالنسبه لي مش اكتر من هوايه. في اسكندريه بلد الرقي والجمال، وفي يوم 22 سبتمبر 1972 اتولدت شخصيه جمعت بين التمثيل والاعلام والحضور العالي، وهو كريم اشرف علي كوجاك المعروف بكريم كوجاك. لو هكتبه صح يبقى KOUCHOUK، فهو كوتشوك كما تنطق بالتركيه. جنسيته مصريه لكن في نفس الوقت عنده جينات واصول تركيه. انت ما فيكش او مش وارث من الاصل التركي اللي فيك. معروف عن الاتراك شويه العصبيه والعنطزه حبتين، حتى على صعيد الشكل. فانت مش وارث. من وهو في ثالثه اعدادي كان طفل مختلف عن كل اللي في سنه، وكان بيحكي انه بيرجع بيته بالجرايد وعنده حب وشغف غريب ليها، ومش بيحس انه مبسوط الا والحبر مغطي صوابعه بعد قرايه الجرايد والتاليف فيها. وده طبعا غير اي طفل عادي اللي طبيعي عنده شغف للعب وللخروج مع اصحابه. ومع مرور الايام كمل في نفس الطريق ودرس في واحده من اكبر واقدم المدارس الانجليزيه في مصر لحد مرحله الثانوي، وهي مدارس فيكتوريا كوليدج. ولما وصل للكليه حب يدرس اكتر عن شغفه، واتخرج من الجامعه الامريكيه في القاهره ببكالوريوس اعلام باكتر من تخصص، وهم الصحافه والعلاقات العامه والدعايه والاعلان، وكمان اخذ معاهم شهاده اضافيه في العلوم السياسيه. هو خلص دراسه متعمقه في الصحافه، لكنه شغله في مجال دراسته بدا من وهو في الكليه، واشتغل صحفي في جريده طلابيه اسمها القافله. وبعد التخرج اشتغل كمحرر في مجلات بالانجليزي زي ايجيبت توداي وايجيبت انسايت. لكن سنه 1993 وبعد ما خلص الجيش في القوات البحريه سافر لايطاليا يشتغل في شبكه ART، لكن مش كمذيع، كان في اداره الترويج لمده 6 شهور. لكن وهو هناك حصلت الصدفه اللي غيرت حياته. لمده 6 شهور في حاجه تانية خالص، لغايه لما في مره من المرات لاحظت كده وجود حركه غير عاديه في المكان، وبنات حلوين كتير وشباب حلوين. قال ده في عاملين تستات واختبارات لمذيعين ومذيعات. اصل مش حد يقول لي، فجيت ضارب مناخير وداخل في الحاجة.
الحدوته. وبالرغم من انه ما كانش مؤهل للخطوه دي الا انه اتقبل، وكان من اوائل الناس اللي اشتغلوا مذيعين في ارت، واتنقل من الكواليس لقدام الكاميرا لما حصلت صدفه تانية، وهي ان مقدم حفل سينما هيتذاع على القناه اتاخر، ما كانش قدامهم غير كريم كوجاك، فاتصلوا بيه علشان ينقذ الموقف، وطلع قدام الحفل، ومن هنا كانت البدايه. وبعد تقديم الحفله ظهر كمقدم في برنامج هاوس ارت، البرنامج اللي بدأ بفقرة صغيرة وبقى برنامج مستقل بيستضيف النجوم في أماكن سياحية. كوجاك بنفسه اللي اختار اسمه وطوره، وقدم برامج تانية على القناة زي برنامج لا تذهب هذا المساء. حضرتك عايز تفهمني ان ما كانش بيعمل اي ما ولعش في الدنيا هناك، وبرنامج خارج نطاق الخدمة. وبعدين رجع للقنوات المصرية وقدم برنامج مع مراته شيرين الشايب على قناة النهار أنا والمدام. كل سنه وانت طيبه يا مدام. كل سنه وانت طيب. وقدم كمان برنامج ألعاب دايرة الحياة على قناة الحياة. وبجانب شغله كمقدم برامج كان ليه تجربة في التمثيل بدأت بمكالمة تليفون برضه. من خلال مكالمه تليفون من المنتج الكبير الدكتور عادل حسني، ببعت له تحيه كبيره، وقال لي ان هو داخلين مسلسل اسمه بنت افندينا. وبكده مجال التمثيل هو اللي فتح ابوابه ليه، واول ظهور ليه على الشاشه كممثل كان في مسلسل بنت افندينا. اسكت يا زينب هانم وسيبي مولانا في الحوسه اللي هو فيها. حوسه؟ حوسه ايه؟ وعمل كمان اللقطه اللي بقت ايقونه في فيلم الليمبي، ولسه معلمها مع الجمهور لحد دلوقتي. المشاعر هي اللي هترجعني تاني، صدقيني. بليف مي. واللي يمكن كتير من الناس ما يعرفوهوش ان كريم صرح عن سر من اسرار نجاح المشهد ده. على حاجه عجيبه جدا، المشهد ده اتصور وانا فاهم ان دي بروفا، بقول الكلام بالاداء بتاع البروفا، انا ما قلتش اداء اساسا، ما كانش فيه اداء، انا بقول الكلام بس عشان اللي ماشي على اللي ماسك الكاميرا وقاعد على الشاريو اللي بيزقه يعرف انا هقول ايه بالظبط، فهو يظبط نفسه على قد المده اللي انا هاخدها في الجو. والمشهد اتاخد بعفويه، ومن كتر التلقائيه المخرج رفض يعيد وخدها زي ما هي، ونزلت في الفيلم من غير اي تعديل ولا تمثيل زايد، وده اللي خلى المشهد يفضل عايش في ذاكره الناس لحد دلوقتي. وبعده بدا يقدم القليل، بس مش في اي اعمال وخلاص، لانه بيختار كل ادواره بدقه. كنت حابب ان انا اكون طرف في حاجات محترمه ومهمه بغض النظر عن حجم او مساحه الدور بتاعتي. وكمان حظه الحلو انها اعمال اتشافت كويس قوي، علشان كده علم مع الجمهور في مسلسل حضرة المتهم ابي في سنه 2003 ان انا ودعاء نتعشى بره. استني يا امال، تعشى بره ازاي يعني في اي مكان عام احتفالا بالخطوبه. استني يا امال. ومسلسل ادم مع تامر حسني سنه 2011. بس معلش لازم تستحملي. ما هو يا ريت معلش دي ممكن تصلح حياته اللي خربتها. نانسي ده حاجه اسمها قدر ونصيب، هو انتوا يعني كنتوا متفقين؟ وبالمناسبه ده كان اول عمل درامي لتامر، وجت سنه 2013 وشارك في العمل اللي كون جماهيريه كبيره، وهو مسلسل سلسال الدم. يعني كنت خايفه على حمدان وحبيتي تخدميه فخدمتيه بابنك، خايفه على حمدان ومش خايفه على ابنك. وطبعا ما وقفش لحد هنا، وقدم غيرهم من الاعمال اللي عملهم بكل اتقان وصدق، لكنه مع التمثيل ما نسيش الاعلام وكمل في تقديم البرامج كمان. وفي سنه 2016 اتعرض على كريم كوجاك انه يشارك في برنامج الصدمه بالصدفه برضه. مكالمه تليفون من استاذ مصطفى برنس مدير انتاج البرنامج، قال لي كريم احنا مرشحينك معانا ان انت تقدم برنامج اسمه الصدمه. طيب يا استاذ مصطفى هو البرنامج عباره عن ايه؟ فمجرد اداني بس مجرد بريف سريع جدا عن البرنامج، ما استنيتش ان انا اسمع بقيه التفاصيل، قلت له انا معاك. اللي اتعرض على قناه MBC. شوارعنا فيها الالاف من الاطفال المحتاجين اللي الظروف بتقهرهم كل يوم، واللي للاسف في مننا ناس هم كمان بيقهروهم كل يوم. واللي يعتبر واحد من اشهر واقوى برامجه على الاطلاق. هو ده اللي رباكي، هو اللي رباكي. لا انت من غير ولا حاجه. البرنامج كان من نوعيه الكاميرا الخفيه الاجتماعيه، فكرته كانت جديده ومختلفه عن اي برنامج تاني، لانه مش مجرد هزار وخلاص، لا ده كان بيقدم مواقف انسانيه بتحصل قدام الناس في الشارع فجاه. بره بس بره والنبي يا بيه. يا بيه ولا زفت تطلعي بره. طب سيبني بس اتفرج. انت شايف شكلك بره، علشان يختبروا رد فعلهم ويشوفوا هيتصرفوا ازاي، وهل هيساعدوا ولا هيتجاهلوا اللي بيحصل قدامهم، وهل هيتدخلوا ولا هيقفوا يتفرجوا ويمشوا على طول. المنظر ده لازم يطلع. جايه معايا، هي جايه معايا. تقبل انت على بنتك ان حد يمد ايده عليها؟ هي كان شكلها عامل ازاي؟ وده اللي خلى البرنامج ينجح ويبقى ترند في وقته، لانه كان بيكشف معدن الناس الحقيقي قدام الكاميرا من غير تمثيل. كنت فاهم اوضاع بشكل معكوس، اكتشفت ان الافقر اكرم وان الاضعف اجرأ، فاهم قصدي؟
قصدي؟ وان اللي معهوش هو الاكثر كرما. وكريم كوجاك كان ليه دور مهم جدا في تقديم البرنامج، لانه كان بيعلق على المواقف بصوته الهادي وبطريقته المميزه اللي بتخلي الناس تركز في التفاصيل وتتعاطف مع اللي بيحصل في كل حلقه. ليه بنفتري على بعض ساعات وبنفتري على الناس اللي اقل مننا واضعف مننا؟ عشان هو بيبقى مستقوي نفسه على ضعيف، انما هو لو جاله واحد اقوى منه هيخليه على الارض. وده ساعد في نجاح الصدمه مش بس في مصر، لا في الوطن العربي كله، وحقق ليه جماهيريه عدت المتوقع. انا خضتني، انا ما يعني طبعا. انا فضلت واقف عند الخضه للامانه، ما اقدرش افتي واقول لك ان انا عديتها، انا فضلت واقف عند الخضه لان دي كانت جمله جديده بالنسبه لي. طبعا ربنا يبارك لك، دي ما سمعتهاش قبل كده. نيجي بعد كده لكريم كوجاك في الاذاعه اللي دخلها برضه من غير ما يعمل حسابه. مره وانا هناك جات لي مكالمه من ناس في البي بي سي وقالوا لي ان في برنامج كانوا بيعملوه وقتها او هيعملوه وقتها اسمه بي بي سي اي، وكنت بقدم البرنامج ده انا من مصر ومذيع اسمه شون كيجن من لندن، فدي كانت بدايتي مع الاذاعه عموما. بدايته في الاذاعه كانت برضه مميزه لانه بدا بتقديم برنامج بالانجليزي بي بي سي راديو، ودي كانت خطوه كبيره بالنسبه له لانه بيحب يتحدى نفسه ويجرب حاجات جديده، وعمل هناك برامج اجتماعيه خفيفه زي خليك راجل وكاميرا دور. لما الخال عبد الرحمن الابنودي صحيح الله يقول الكلام اللي قاله عن حضرتك، قال لي الله يرحمه، قال لي يا سلامه انت خدت خلاص الختم الصعيدي، معاك الجنسيه. واللي كان ليهم جمهور خاص بيتابعهم باستمرار، وقدم برنامج من 4 ل 6 FM، وبعد كده راح لاذاعه نغم مع مها بهنسي، وده كان برنامج بيكلم الناس عن يومهم وحياتهم بطريقه بسيطه وعفويه. وبعدين عمل برنامج تاني اسمه الكلام خد وهات، وفضل مكمل فيه لحد ما سابه سنه 2020. نيجي بقى لمرحله تانيه من مشواره. في سنة 2020 قدم برنامج المزاجنجي على قناة أرض. كله ايه، خلفيه بيضه ومربعات ازرق كده، بيجامات كلها مقاس واحد، كله البنطلون يجي لك لحد. وده برنامج كان بيكلم الناس عن الحياة والمزاج وازاي تعيش يومك ببساطة وتعرف تظبط مزاجك. وبعدها راح لقناة الأهلي وقدم برنامج صباحي اسمه 10 الصبح في الأهلي. اهلا بيكم جميعا وبداية حلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي. وكان بيقدمه مع نهاوند سري، وكان بيتكلم فيه عن أخبار النادي الأهلي وكل ما يخص الرياضة. وطول مشواره كريم كوجاك ماشي بمبدأ واحد، وهو إني أكون نفسي وأجرب كل حاجة بحبها. الناس بتفتكره كممثل أو مذيع أو إذاعي، بس هو بالنسبة له الإعلام أهم من حياته، وشايف إنه مش مجرد شغل، ده عنده شغف وحب كبير للمجال. علشان كده دايما هتلاقيه بيجرب حاجات جديدة، كمان بيحب يكون ليه بصمة مختلفة في كل مجال بيدخله، لكن في نفس الوقت بيرفض إنه يظهر في أي أعمال تكون تحت المستوى أو ملهاش قيمة لمجرد التواجد بس، وده مبدأ ماشي عليه طول حياته. ما ينفعش اوافق لمليون اعتبار. الدور اللي انا بعمله تقريبا ما بيتكلمش، هو قاعد بس بيشتبك مع حبيبته في الفيلم يعني، لكنه حس فعلا انه اتظلم فنيا في التمثيل. انا الحاجه او الحاجتين اللي عملتهم وكانوا فعلا مختلفين جدا للاسف ما اتشافوش. وكمان في سؤال مهم جدا جه وقته، وهو ليه كريم كوجاك ما بقاش واحد من الاعلاميين اللي بيقدموا برامج التوك شو في مصر، خصوصا انه عنده ثقافه ولغه وحضور وعمله نادره في الزمن اللي احنا بنعيشه. وهو كمان بيسأل نفسه، لكنه عنده رد مقنع للي بيحصل دلوقتي. واصبحت المقومات اللي المفروض تكون موجوده عند الشخص اللي بيقول قبل اسمه لقب اعلامي الى حد كبير عكسها الصحيح، بقى هو اللي موجود وبقى هو اللي متسيد الموقف. كريم كوجاك عنده دلوقتي 52 سنه، متجوز من الاعلاميه شيرين الشايب، وهي كمان كانت مشهوره في مجال الاعلام واشتغلت كمذيعه في اكتر من قناه فضائيه. وظهورها الاعلامي كان سبب ان كريم يشوفها على القناه الثالثه، وبعدها طلب ايديها وهو ما كانش مخطط للخطوه دي في حياته. بس فجأة في الآخر والله ما أعرف إزاي يا دعاء، لقيت نفسي في الآخر قاعد مع أهلها وبطلب إيد وبتقدم. وحياتهم مع بعض مستقرة جدا، وأنجبت منه مالك ومليكة. شيرين الشايب مش بس زوجته، لا كمان شريكته في مشوار الحياة، ودايما كريم كوجاك بيحب يتكلم عنها بكل احترام، ويقول إنها واحدة من أسباب نجاحه، وإنها دعم كبير ليه في حياته الشخصية والمهنية. كريم قدر يعمل ثروة من شغله المتنوع في أكتر من مجال تقدر ب 300 مليون جنيه. وفي النهاية كريم كوجاك قدر يثبت انه مش بس مذيع ولا ممثل ولا صوت بيطلع في الراديو، لكنه حالة مختلفة في الاعلام والفن، واحد اختار يمشي في طريقه بطريقته من غير ما يقلد حد ولا يجري ورا الترندات، وده خلى الناس تفتكره وتحب حضوره اللي دايما بسيط وقريب من القلب. يمكن مش كل يوم بنشوفه على الشاشة، لكن كل مرة بيطلع فيها بيسيب علامة. وسؤال ليكم دلوقتي، لو هتفتكروا كريم كوجاك في مشهد واحد او برنامج واحد، ايه اول حاجة هتيجي في بالك؟ اكتبوا لنا في الكومنتات.